السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله باذن الله نتكلم النهارده عن اول مبدأ عندنا من مبادئ السوليد برينسيبلز، وهو حرف الاس. هنتكلم النهارده عن السنجل ريسبونسابيلتي برينسيبل. طيب ايه هو السنجل ريسبونسابيلتي؟ التعريف بتاعه بيقول a class should have only one reason to change. يعني ان انا المفروض ان الكلاس بتاعي يكون عنده سبب واحد للتغيير، وانا رايح اغير في الكلاس هيبقى عندي سبب ان انا اروح اغير في الكلاس ده، مش كذا سبب. طب لو احنا بصينا هنا بيقول ايه؟ بيقول each class should focus on a single part of the software's functionality. ان كل كلاس المفروض يفوكس على single part of the software functionality، يكون مركز على مسؤوليه واحده يشتغل عليها. طب ده بيساعدني في ايه؟ قال لك تحت هنا it helps keep code simple and focused and understandable. ان الكود عندي هيبقى سيمبل وهكون مفوكس على مسؤوليه واحده مش اكتر من مسؤوليه، عشان خاطر ما يحصلش تشتت ويحصل مشاكل، ويكون الكود understandable. كل الناس او اي حد هيجي يقرا الكلاس ده هيعرف ان انا عندي مسؤوليه واحده، هاجي اغير او اعمل صيانه على الكلاس ده هيكون بالنسبه لي الموضوع سهل. طب لو احنا جينا بصينا تحت على الصوره اللي تحت دي عشان خاطر نقدر نفهم، لو انا بصيت تحت على العربيه دي بتعمل عندي 4 مهام اللي هي باسنجر ترانسبورت وكارجو ترانسبورت وريسنج وفاير فايتنج. تخيل ان انا عندي عربيه واحده بتعمل كل المهام دي في وقت واحد. شفت؟ هو ده التمثيل او الشكل الامثل للهيوج كلاس. طب مبدا السنجل ريسبونسابيلتي بيقول لنا ايه؟ بيقول لك لا خلاص انا هفصل المسؤوليات. العربيه دي ليها 4 مسؤوليات صح؟ ليها مسؤوليه الركاب، نقل الركاب ونقل البضاعه، واللي هي عربيه المطافي وعربيه السباق. فراح هنا جاب لي 4 عربيات لكل نوع منهم. تمام؟ تخيل انا مثلا هنا عربيه البضاعه مثلا حصل فيها مشكله، اذا باقي العربيات شغاله، الراكب هيقدر يروح المشوار بتاعه او يركب العربيه ويروح المشوار بتاعه. لو حصلت اي مشكله عربيه المطافي موجوده، عربيه السباق موجوده. ففصل المسؤوليات بيريديوس الكومبلكسيتي، بيبقى عندي الكومبلكسيتي اقل بكتير من ان انت تحط المسؤوليات كلها في مكان واحد، وبيمبروف المينتينابيلتي. ان انا لو عندي مشكله حصلت في كلاس انا عارف الكلاس اللي فيه المشكله فين، واما اجي اغير فيه او اجي اعمل مينتيننس على الكلاس نفسه ما يحصلش عندي مشاكل في باقي المسؤوليات. ونفس الوقت في البريفنت الباجز، ان انا قللت الباجز، لان انا لو غيرت في الوش كلاس نفسه انا ممكن اوقع السيرفيس كلها. لكن لما اغير في مكان واحد زي ما احنا قلنا هنا في عربيه البضاعه، هي عربيه البضاعه بس اللي حصل فيها مشكله، لكن باقي السيرفيس عندي شغاله. فهو ده المبدا الخاص بالسنجل ريسبونسابيلتي. فخلينا نشوف الكود عشان خاطر نقدر نفهم بشكل اوضح السنجل ريسبونسابيلتي. طيب انا دلوقتي عندي كلاس اسمه يوزر مانجر سيرفيس. عندي سيرفيس اسمها يوزر مانجر، فيها 6 ميثودز اساسيين: كرييت، ابديت، ديليت، فاليديت يوزر، سند، ويلكم ايميل، وعندي اللوج. تمام؟ وعندي حاجه ثانيه، انا عندي يوزر اند بوينت. انا حبيت اشرح على مثال كاننا في سيرفيس حقيقيه وفي اند بوينت حقيقيه. فجيت هنا في اليوزر مانجر سيرفيس في اليوزر اند بوينت، هنا عملت انجكت لليوزر مانجر سيرفيس، وكان عندي 2 ميثودز، عندي ريجستر يوزر وعندي اوثنتيكيت اليوزر. طيب تمام، ممتاز جدا. انا عندي هنا في الريجستر يوزر انا عندي اول حاجه عملت كرييت لليوزر، وبعد كده عملت سند ويلكم ايميل، وعملت لوج عندي في اللوجر قلت له ريجسترد. تمام؟ وعندي الاوثنتيكيت يوزر اليوزر مانجر، عملت فاليديت لليوزر، وبعد كده عملت سند ايميل ان هو اوثنتيكيتد، وحطيت في اللوج ان هو اوثنتيكيتد ورجعت ترو. طيب لحد هنا الامور كلها تمام جدا. طيب انا عاوزك تيجي تتخيل معايا في اليوزر مانجر سيرفيس. انا حاطط هنا في الكونستراكتور عندي ايميل سيرفيس. الايميل سيرفيس دي بتعمل مثلا انيشاليز للسيرفيس اللي موجود عندي الخاصه بالايميل، محطوط فيها اللوجيك الخاص بالايميل اللي هو بيكونكت على الايميل او غيره. فتخيل عندي ان الانيشال دي حصل فيها اي مشكله، حصل في الانيشال دي اي مشكله. احنا قلنا الاول ان المبدا نفسه برضو ان ما ينفعش ان الكلاس عندي اليوزر مانجر ان ده ما بيحققش عندي مبدا السنجل ريسبونسابيلتي، ان انا احط الكرييت والابديت انا دلوقتي لو انا عايز افاليديت اليوزر حصل فيها مشكله هاجي على الكلاس دي عشان خاطر احل المشكله. لو هتسند ويلكم ايميل حصل فيها مشكله، بقى في عندي كذا سبب في التغيير وانا جاي للكلاس ده. فتخيل بقى المشكله الاساسيه، لو انا حصل عندي اي مشكله في الايميل سيرفيس هنا فرجع لي هنا ثرو اكسبشن، فهل اي ميثود من دول هتشتغل معايا؟ انا كده عملت داون لكل الاند بوينت دي، لان كل الاند بوينت دي لو انا دخلت على الكرييت هنا عشان خاطر اعمل كرييت لازم يعدي على الكونستراكتور ده، والكونستراكتور اصلا عنده واقع او حصل فيه مشكله. فاذا في الحاله دي انا عملت داون لاند بوينتس كتير، وهي اصلا المشكله كلها في السند ويلكم ايميل. يعني انا عندي السند ويلكم ايميل وقعت لي اند بوينتس كامله عشان خاطر السند ويلكم ايميل فيها مشكله بسبب ان انا حاطط كل المسؤوليات جوه كلاس واحد. فده
سبب من الاسباب اللي يخليك دايما تبص على المبادئ بتاعت السوليد برنسبلز، عشان خاطر دي هتسهل عليك كتير جدا في الشغل بتاعك وانت شغال. فخلينا نشوف الحل اللي السنجل ريسبونسابيلتي بيقدمه لنا في كيس زي دي. هاجي هنا اعمل نيو فولدر اسميه اس ار بي. تمام. هاجي عندي اليوزر مانجر سيرفيس ده، هاخد الميثودز اللي فيه، هعمل عندي كلاس اسمه يوزر اوبريشن، يوزر اوبريشن سيرفيس. تمام. اليوزر اوبريشن سيرفيس ده هنقل فيه كل الحاجات الخاصه بالاوبريشن عندي الخاصه باليوزر. تمام. هاجي هنا اليوزر اوبريشن سيرفيس هنقل فيه الكرييت والابديت والديليت. تمام. هاجي هنا تاني، انا عندي موجود ايه تاني؟ انا عندي فاليديت اليوزر. تمام. هاجي هنا اعمل كلاس اسمه فاليديت يوزر سيرفيس. انا كده دلوقتي فعليا انا بفصل كل المسؤوليات اللي موجوده عندي، كل مجموعه من المسؤوليات بيهدفوا لتغيير واحد او هدف واحد للتغيير، بضيفهم جوه كلاس. تمام. هنا لو انا عاوز اعمل فاليديت لليوزر، ناديت على السيرفيس دي، اعمل لها سيرفيس خاصه بيها. هنا اجي هنا اليوزر مانجر، في عندي سند ويلكم ايميل، هقول له هنا سند ويلكم ايميل سيرفيس، وهاخد الويلكم السند ويلكم ايميل اضيفها للسيرفيس الخاصه بيها. هعمل هنا كلاس اسمه لوج سيرفيس، ده الخاص باللوج عندي. اجي هنا هاخد اللوجيك مثلا اللي جواه واقول له في اللوج سيرفيس. تمام. طيب ممتاز جدا. انا هنا فصلت المسؤوليات اللي موجوده عندي في الهيوج كلاس اللي هو الكبير. طيب انا هنا بقى هاجي اعمل ايه؟ هاجي اعمل هنا كده اقول له كلير يوزر اند بوينت. الكلير يوزر اند بوينت ده هعمل فيه ايه؟ اقول له هنا بابليك اقول له هنا برايفت ريد اونلي، اقول له اليوزر يوزر اوبريشن سيرفيس، يوزر اوبريشن سيرفيس. ممتاز جدا. str ممتاز. هنا كمان private read only، اقول له ايميل سيرفيس، اقول له هنا خليها send ايميل welcome service. كنا سميناها ولا مش مشكلة الاسم؟ المفروض سميناها ايميل سيرفيس، مش مشكلة الاسم. اقول له هنا private read only، اقول له log service، اقول له هنا private read only validate user service، inject tool constructor. ممتاز جدا. هنا بقى اما اجي اقول له public void register user، اقول له string email وstring password، string username وstring password وstring email. طيب تمام. ممتاز جدا. هنا هاخد الكود اللي هنا عشان خاطر ما نقعدش نكتب الكود تاني، هناخد الكود اللي هنا ونضيفه على الكلير اند بوينت. تمام. بس هنا بدل اليوزر مانجر هقول له هنا يوزر اوبريشن سيرفيس، وهنا send welcome email service، وهنا log service، وهنا نفس الموضوع، هنا school validate service، وهنا underscore send welcome email، وهنا underscore log service. انا هنا الهيوج كلاس اللي كان موجود عندي انا قسمتهم وفصلت هنا المسؤوليات، وبقى عندي
ان كل مسؤوليه موجوده في كلاس خاص بيها، اي حاجه خاصه بالاوبريشن موجوده عندي في كلاس، اي حاجه خاصه بالايميل سيرفيس عامه او سند ايميل سيرفيس، يعني احنا ممكن نخليها هنا بس عشان خاطر الناس ما تتوهش، يبقى ده الايميل سيرفيس. نيجي هنا في الكلير اند بوينت خليها ايميل سيرفيس ايميل سيرفيس بس عشان خاطر ما يحصلش كونفليكت مع الناس. هذا هنا الايميل سيرفيس. ايميل سيرفيس تمام. فانا هنا لو انا حصل اي مشكله، لو انا حصل اي مشكله جم قالوا لي والله انا عندنا الايميل في مشكله ومش هينفع نبعت ميلز الفتره دي او حاجه، فانا كل اللي ممكن اعدله هنا لو حصل طلب ان انا افصل الايميل مثلا او ما ابعتش ايميلات او كده، كل اللي انا اعمله ممكن اجي اعمل كومنت هنا وما اثرش عليا في اي حاجه، وكل مسؤوليه مفصوله لوحدها بدون اي مشاكل. تخيل معايا هنا لو انا عاوز اغير، لو انا شغال على سيكوال سيرفر وجي طلب مثلا ان احنا هنشتغل بماي سيكوال، فانا من خلال اليوزر اوبريشن هاجي هنا في الكرييت هغير على مستوى الكرييت والابديت والديليت ان هحفظ في الداتابيز ماي سيكوال مكان سيكوال سيرفر. فانا رحت هنا على مسؤوليه واحده او تغيير واحد او هدف واحد عشان اغير في الكلاس الخاص باليوزر اوبريشن. طيب برضه نفس الموضوع لو انا عندي هنا في السند ايميل، لو انا هغير الكونفيجريشن الخاص بالايميل نفسه، فهروح برضه على الايميل واروح اغير الكونفيجريشن الخاص بالايميل اللي موجود عندي. هي مسؤوليه واحده او هو هدف لتغيير واحد هو اللي موجود عندي بس فهو ده المبدا الخاص عندي بالسنجل ريسبونسابيلتي. يا ريت يكون واضح للناس وواضح المشاكل اللي بتحصل لو احنا ما استخدمناش مبدا السنجل ريسبونسابيلتي بسبب تداخل الميثودز. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في درس جديد ان شاء الله عن الاوبن كلوزد باذن الله.